ازيكم شباب عاملين ايه؟ ودقيقة على السريع ودقيقة على السريع هناخد فيها كلمة work، وكلمة work ليها اكتر من معنى بس على حسب ال preposition اللي هيجي بعدها. يعني ايه كلمة preposition يا مها؟ يعني اداة الجر اللي هتيجي بعدها. خلونا ايه ادوات الجر اللي هتيجي بعدها؟ اول حاجة work with، work for or at، work as، work from، و work in. كل حاجة من دولت هتيجي مختلفة وللأسف الناس بتتلخبط فيهم. اول حاجه كده work for or work at بتيجي مع الشركه الكومباني or الاندستري بتاعتك، يا الشركه او المجال بتاعك، الفيلد اللي انت شغال فيه. زي مثلا كده انا ممكن اقول I work for Google، I work for an educational company، ده الاندستري بتاع الشركه. I work at Microsoft Office، هي واحد، يا at يا for الاتنين نفس المعنى. اما بالنسبه لتاني حاجه وهي work in، وكلمه work in بتدل على ال place or ال department. فانا ممكن اقول I work in Germany، she works in Germany، I work in an office، I work in a sales department، she works in a marketing department. دولت كده ايه؟ دي work in المكان او القسم بتاعك. بالنسبة لكلمة work from وكلمة work from هي تدل على المكان الوحيد اللي بتشتغل منه، work from home. فأنا ممكن أقول I work from home، I work from home، المكان الوحيد اللي بنقعد فيه نشتغل منه work from home. آخر حاجة معانا وهي work as، وكلمة work as ده التايتل أو البوزيشن بتاعك. I work as an English trainer، I work as a teller، I work as an HR، I work as an engineer. فكلمة work as وهي التايتل أو البوزيشن بتاعك. كلمة work كده احنا خلصناها، في فرق ما بينهم، ده السمري بتاعهم. وأول حاجة احنا ما أخدناهاش هي work with. كلمة with بتيجي مع ال people، I work for or at هي بتيجي مع ال company أو ال industry زي ما قلناها. I work as بتيجي مع الجوب أو التايتل البوزيشن بتاعك. work in بتيجي مع البليس والمكان. شكرا كتير ليكو، ثانك يو، بشوفكم في حلقة جديدة وتبسوا تريكس على السريع. سلام.